من آلاف السنين وسط رمال الصحراء المصرية ارتفع أول بناء حجري ضخم في التاريخ. الأهرامات سر من أعظم أسرار التاريخ. إزاي اتبنت وليه لحد النهاردة لسه محدش قدر يقلدها بنفس الدقة؟ هل كانت مجرد عبقرية هندسية ولا في لغز أكبر مستخبي ورا الأحجار دي؟ في الرحلة دي هنرجع لورا آلاف السنين ونكتشف حكاية بناء الأهرامات خطوة بخطوة من أول مصطبة بسيطة لحد أكبر هرم شافه التاريخ. بس قبل ما نبدأ، حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. أغلب المشاهدين بيشاهدوا الفيديوهات بدون ما يحطوا لايك. ادعمنا بلايك وشير للفيديو. في كل ركن من أركان مصر في سر بيحكي حكاية حضارة ما زالت لحد النهاردة بتبهر العالم. ومن بين كل الأسرار دي مفيش أعجب ولا أعمق من لغز بناء الأهرامات. كل ما نحاول نفهم نلاقي نفسنا داخل متاهة أكبر من اللي قبلها، متاهة ما بين الحقيقة والأسطورة. ولما تسمع لأول مرة عن الأهرامات هيقولولك إنها مجرد قبور ضخمة بناها ملوك الفراعنة زمان. قصة بسيطة: ملك قرر يبني لنفسه قبر ضخم، وبعده جه ابنه فبنى هو كمان هرمه، وبعده حفيده كمل المسيرة وبنى الهرم التالت. وفجأة لقينا نفسنا قدام 3 أهرامات خلدها التاريخ، وبقت رمز للتحدي والإبداع البشري. لكن لما تبص بعمق هتكتشف إن الموضوع مش مجرد بناء حجارة فوق بعض، ده عبقرية هندسية لسه العلماء لحد دلوقتي مش قادرين يفسروها بدقة. أحجار وزنها أطنان مرفوعة على ارتفاعات شاهقة، متوجهة ناحية النجوم كأنها مرسومة بمسطرة. وهنا بيبدأ اللغز الحقيقي: إزاي اتبنت الأهرامات؟ هل فعلا المصريين القدماء هم اللي شيدوها بأيديهم، ولا في حضارة تانية أقدم وأعقد كانت ورا السر ده؟ نظريات كتير اتقالت. في اللي بيقول إن الفراعنة مجرد ورثة لبناء أقدم منهم، وفي اللي بيأكد إن اللي بناها حضارة جت من خارج الأرض، واختاروا مصر تحديدا لأنها في موقع متوازن قريب من مركز الكوكب. فيا ترى إيه هي القصة الحقيقية لبناة الأهرامات؟ في البداية المصريين القدماء كانوا بيدفنوا موتاهم بطريقة تقليدية جدا: حفر بسيطة وشوية ركام وبعض الطوب اللبن علشان يحموا الجثة. وبعد كده بدأت الفكرة تتطور، قرروا يبنوا قبور أقوى علشان تحمي الجسد والمقتنيات الموجودة في المقبرة، لأنهم كانوا بيحطوا مع المتوفي كل مقتنياته. مع مرور السنين المصطبة بقت الشكل الأساسي للمقابر. لكن جه ملك غير كل حاجة: الملك زوسر. فكر خارج الصندوق وقال لي أعمل طبقة واحدة، أعمل كذا طبقة فوق بعض وأزود الحماية. بس البنايين وقتها قالوا له كل ما الارتفاع يزيد الاستقرار بيقل. فجت الفكرة العبقرية: إنهم بيبنوا الحجارة بشكل مائل ومتدرج، وده هيؤدي لهرم ثابت وقوي. الميزة في الشكل ده إنه بيوفر مجهود. لما توصل لنص الارتفاع بتكون خلصت أغلب البناء. وبالفعل زوسر نفذ الفكرة وبنى 6 مساطب حجرية متدرجة. بعد نجاح أول هرم مصر دخلت مرحلة جديدة. فكرة الهرم ما كانتش مجرد قبر، بقت رمز للقوة وهيبة الملك. ومع مرور السنين جه ملك طموح اسمه سنيفرو. سنيفرو مؤسس الأسرة الرابعة، واحدة من أقوى أسرات الدولة القديمة. الملك ده كان مختلف، مش عايز يقلد اللي قبله، كان عايز يبني هرم يثبت إن عصره أفضل من كل العصور اللي فاتت. جمع أكبر عدد من البنايين والمهندسين، وبالفعل بدأ بناء الهرم الأول في منطقة ميدوم. الاختيار ما كانش عشوائي. ميدوم كانت قريبة من مقر الحكم وفيها هضبة صخرية صلبة، وده معناه إن الأساس هيكون قوي يقدر يشيل وزن ضخم من الحجر. بدأوا بناء الهرم على نفس فكرة هرم زوسر: مساطب فوق بعضها. لكن المرة دي أدخلوا تعديل مهم جدا: قرروا يبنوا حجرة الدفن جوه الهرم نفسه مش تحت الأرض. خطوة كانت جديدة ومليانة مخاطرة. سنين من العمل وآلاف العمال وكتل حجرية ضخمة. لكن لما الهرم خلص ما عجبش الملك سنفرو، وبعد كده نقل مقر الحكم لدهشور. وده كان معناه بداية تجربة هندسية جديدة بالكامل. المهندسين قرروا يعملوا زاوية الانحدار حد 58 درجة. في البداية كان الشكل مهيب، لكن مع الوقت ظهرت الكارثة: الأساس ما كانش صلب كفاية. بدأت الحجارة تميل والزاوية كانت خطيرة، والهرم كان معرض للانهيار. فكان لازم يتصرفوا بسرعة. غيروا زاوية الانحدار إلى 43 درجة عشان الهرم يثبت. واستمرت أعمال البناء حوالي 14 سنة، وفي الآخر خلص الهرم المائل، أول محاولة حقيقية لبناء هرم ناعم الجوانب. بس برضه ما عجبش الملك. الهرم المائل كان خطوة كبيرة لكن مش النهاية. وده اللي خلى سنيفرو يقرر يبني هرم تالت ويكتب فصل جديد في تاريخ البناء. أول حاجة المهندسين عملوها اختاروا موقع جديد في دهشور.
اتأكد إن الأرض صلبة والأساس قوي، مفيش رمل ناعم ولا ميل خطير. الهدف كان بناء هرم مثالي من أول حجر. المهندسين استوعبوا الدرس، بنوا الحجارة على صفوف أفقية منتظمة. الرص كان دقيق والزوايا محسوبة وكل حجر بيتحط في مكانه بدقة. بعدها سقطوا الحواف الخارجية علشان الشكل يطلع ناعم ومتناسق. العمل استمر سنين طويلة، آلاف العمال وأدوات بدائية ومجهود خارق، لكن النتيجة في النهاية كانت مذهلة. الهرم الأحمر ارتفع شامخا من غير أي أخطاء هندسية. الهرم ده بقى أول هرم كامل الجوانب في التاريخ. ارتفاعه وصل لأكتر من 100 متر. في الوقت ده كان أعلى مبنى حجري في العالم، وكان بمثابة نقلة ضخمة في فن العمارة المصرية القديمة. وأخيرا الهرم عجب الملك، ومن اللحظة دي الهرم الأحمر بقى نموذج بيتقلد. كل ملك جه بعد كده كان بيتعلم من اللي اتعمل هنا. المهندسين سابوا للزمن تصميم هرم كامل صمد آلاف السنين ولسه واقف. وده كان تمهيدا لبداية عصر جديد، عصر خوفو. بعد رحيل سنفر مصر دخلت مرحلة جديدة. الملك اللي مسك الحكم بعد كده هو الملك خوفو. قرر يبني هرم ضخم، مشروع كبير شارك فيه آلاف العمال والمهندسين. اختار الجيزة مكان مرتفع وأرض صخرية قوية مناسبة للبناء الضخم ده. وابتدأ المشروع اللي استمر أكتر من 20 سنة. كل حجر كان بيتحط في مكانه بحساب دقيق. الهرم ارتفع بسرعة مذهلة، كتل حجرية تزن أطنان اتنقلت بأدوات بدائية. الهرم ده كان أعلى مبنى في العالم وقتها، ارتفاعه وصل 148 متر، وظل محتفظ بالرقم ده حوالي 4000 سنة. الناس دلوقتي شايفين إن اللي اتعمل ده فوق طاقة البشر. ومن هنا ظهرت الأساطير، في اللي قال إن كائنات فضائية هي اللي بنت الأهرامات، لكن الحقيقة كانت ذكاء وتنظيم وجهد استمر سنين. وبكده خوفو كتب اسمه بحروف من حجر في وسط الصحراء. الهرم الأكبر بقى تحفة معمارية باية لحد النهاردة. بعد خوفو جه ابنه الملك خفرع. الملك خفرع قرر يكمل المسيرة. بدأ خفرع في بناء هرمه الخاص واللي اتعرف بعد كده باسم الهرم الأوسط. ورغم إنه أقصر من هرم خوفو بحوالي 3 أمتار، إلا إنه اتبنى على أرض مرتفعة شوية. الفرق المدهش إن هرم خفرع مختلف في أسلوب البناء. بدل ما العمال يسألوا كل حجر من كل الجوانب زي ما كان بيحصل زمان، ركزوا على تسوية السطح الخارجي بس. وده اختصر وقت ومجهود سنين كاملة، وفي نفس الوقت خلى شكل الهرم أنيق ومتناسق أكتر. بعد خفرع جه ابنه الملك منقورع. قرر يبني هرم أصغر في الحجم، لكنه أكتر دقة في التصميم. هرمه بيوصل ارتفاعه لحوالي 65 متر ونص، لكنه مكسو في الجزء السفلي بصخور الجرانيت الوردي. الأهرامات التلاتة في الجيزة ما كانتش مجرد مقابر، دي كانت حكاية تطور بشري وعلم استمر أكتر من 700 سنة، لحد ما وصلت لذروتها وبقت رمز للحضارة الفرعونية. دلوقتي بقى نرجع لأغرب وأشهر النظريات اللي دوخت العالم كله. هل فعلا الفضائيين هم اللي بنوا الأهرامات؟ من أول ما العلماء بدأوا يحاولوا يفهموا إزاي المصريين نقلوا ملايين الأحجار الضخمة دي، بدأت الأسئلة الغريبة تطلع واحدة ورا التانية. إزاي قدروا يرفعوا حجر وزنه أكتر من 2 طن؟ وإزاي اتعملت الزوايا والاتجاهات الفلكية بدقة تتفوق على تكنولوجيا العصر الحديث؟ في بعض الباحثين بيقولوا إن الإجابة مش أرضية أصلا، بيقترحوا إن حضارة فضائية متقدمة نزلت على كوكبنا في الزمن ده، وقدمت للإنسان القديم علم ومعرفة ما كانتش موجودة في الزمن ده. وبيستدلوا على كده بعدة حاجات بتخلي النظرية دي مثيرة للجدل فعلا. أول دليل بيقدموه هو اتجاهات الأهرامات. الأهرامات الكبرى متوجهة بدقة غريبة ناحية نقاط الشمال والجنوب والشرق والغرب الحقيقية، بنسبة خطر تتعدى 1 على 15 من الدرجة. وده رقم صعب جدا حتى بأجهزة قياس حديثة. فهل ممكن ناس من أكتر من 4000 سنة يعملوا ده من غير أجهزة ولا تكنولوجيا؟ الدليل التاني هو إن ترتيب الأهرامات التلاتة بيطابق تماما مواقع نجوم حزام الجبار في السماء، نفس الزوايا ونفس المسافات ونفس التوزيع. وبيعتقد البعض إن دي مش صدفة. أصحاب نظرية الفضائيين بيقولوا، لو المصريين هم اللي بنوها لوحدهم فين الأدوات اللي استخدموها؟ وليه ما لقيناش أي أثر واضح لطريقة البناء، ولا حتى رسومات أو مخططات توضح خطوات التشييد؟ الأسئلة دي فعلا مثيرة للجدل، لأن بالرغم من آلاف السنين اللي عدت لسه مفيش دليل قاطع بيشرح خطوة بخطوة إزاي اتبنت الأهرامات بالضبط. وده اللي خلى النظرية تفضل عايشة لحد النهاردة. بس السؤال اللي لسه بيشغل العقول لحد دلوقتي، لو فعلا الفضائيين هم اللي بنوها ليه اختاروا مصر بالذات؟
وليه اختفوا فجأة من غير ما يسيبوا أي أثر مباشر؟ مع إن نظرية الفضائيين كانت مثيرة للجدل وخيالية، إلا إن العلماء كان ليهم رأي مختلف تماما. قالوا إننا مش محتاجين نروح لكواكب تانية عشان نفسر عبقرية المصريين القدماء، لأن الحقيقة أعظم من الخيال نفسه. في السنين الأخيرة علماء الآثار والمهندسين قدروا يفكوا جزء كبير من لغز البناء. اكتشفوا إن المصريين القدماء استخدموا منحدرات ضخمة مصنوعة من الحجر والطين، وكانوا بيبنوا المنحدرات بالتوازي مع ارتفاع الهرم. كل ما يعلوا البناء بيطولوا المنحدر. كمان التحليل العلمي للأحجار باين إن كتير منها ما كانتش منحوتة من الجبال، لكن مشكلة صناعيا من خليط حجر جيري مطحون وماء وطين وكالسيوم، وبيتم صب في قوالب ضخمة على الموقع نفسه. يعني المصريين القدماء اخترعوا نوع بدائي من الخرسانة الحجرية من آلاف السنين. العلم الحديث كمان أثبت إن المصريين كان عندهم علم فلك دقيق جدا. هما فعلا عرفوا الاتجاهات بدقة لأنهم استخدموا النجوم القطبية في تحديد الشمال، واستخدموا ظل الشمس في قياس الزوايا. يعني مفيش لغز خارق، في علم وإصرار وتنظيم ما كانش ليه مثيل في أي حضارة تانية وقتها. وده بيرد على سؤال ليه الأهرامات متوجهة ناحية نجوم حزام الجبار. كل الاكتشافات دي بتأكد إن اللي بنى الأهرامات مش كائنات فضائية، اللي بناه هو العقل البشري المصري لما قرر يتحدى المستحيل. وفي النهاية سواء كنت مقتنع بنظرية الفضائيين أو مقتنع بعبقرية المصريين، فالحقيقة إن الأهرامات لسه محتفظة بسحرها، لسه بتخلي كل اللي بيشوفها يسأل نفس السؤال اللي اتسأل من آلاف السنين: إزاي؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. شاركونا رأيكم في التعليقات، إيه أكتر حاجة عجبتكم في موضوع النهاردة؟ ولو عندكم موضوعات غريبة أو أسرار تاريخية عاوزيننا نحكيها، اكتبوها في التعليقات. ولو لسه جديد في القناة ادخل شوف الفيديوهات القديمة، هتلاقي مواضيع كتير هتعجبك. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو، ونشوفكم على خير في فيديو جديد.